بيتسو موسيماني يفاجئ الأهلي بهذا التصريح المثير قبل مواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب أهلي جدة السعودي والأهلي المصري السابق على مواجهة الأهلي والرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا. قال موسيماني في تصريحاته التي نقلتها الإذاعة السعودية SCC سبورت: لقد علمت بقرعة دوري أبطال إفريقيا عن طريق الأخبار المتداولة، ولكني تفاجأت بمواجهة الأهلي للرجاء المغربي. كنت أتوقع أن الأهلي سيواجه الترجي التونسي، ولكن القرعة أوقعته مع الرجاء. ستكون مباراة صعبة جدا على الأهلي. يجب على جماهير الأهلي مساندة اللاعبين والمدرب مارسيل كولر. مباراة الذهاب ستكون في استاد القاهرة. لا بد من حضور أكبر عدد من الجماهير في مباراة الذهاب، لأنك ببساطة شديدة عندما ستذهب إلى المغرب ستواجه بركان يغلي في المدرجات المغربية. الأهلي فريق كبير ويمتلك إمكانيات فنية جبارة. خبرات اللاعبين هي من ستحسم هذه المواجهة. أتمنى تأهل الأهلي بكل تأكيد. ولن أنسى الوقت الذي قضيته أنا وعائلتي مع الأهلي، وحتما ستكون لنا عودة. نهائي دوري الأبطال أتمناه بين الأهلي وماموليدي سان داونز. إذا حدثت هذه الأمنية سأكون سعيد جدا، وسأتواجد في ملعب النهائي برفقة عائلتي مع الجماهير. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.